في فرق بين فيلم سوبر هيرو وفيلم بيحاول يخلق أسطورة جديدة وسط الزحمة. في وسط عالم مارفل اللي اتغير واتشقلب ألف مرة، في 4 شخصيات راجعين من الماضي، بس المرة دي راجعين بشروطهم هما وبقواعد جديدة، وده اللي عمله فيلم فانتاستيك فور فيرست ستيبس. بس يا ترى هل الخطوة الأولى دي كانت واثقة كفاية ولا كانت زلة على سلالم مارفل؟ النهاردة هنتكلم عن الفيلم من غير أي حرق، وهنحلل مع بعض هل الفيلم ده يستحق الضجة فعلا ولا لأ. أول حاجة الانطباع العام، الفيلم ده مختلف ولا كليشيه؟ أول ما تبدأ تتفرج على الفيلم هتحس بحاجة غريبة، في جو كده مش شبه باقي افلام مارفل، ولا هو شبه جاردينز، ولا هو شبه افنجرز، ولا حتى زي سلسلة اكس مان القديمة. الجو العام للفيلم فيه لمسة كده كلاسيكية بس بتتقدم بمنظور عصري، يعني بتحس انك بتتفرج على اصل حكاية مش محاولة لابهارك بالاكشن والصوت العالي. واللي فعلا فاجئني ان الفيلم واخد وقته وبياخد نفس، مش مستعجل، وده في حد ذاته جرأة. ناس كتيرة ممكن تقول عليه بطيء، بس انا شايفه بيبني حاجة يمكن اول مرة مارفل تجرب تعملها بالشكل ده. تاني حاجة الشخصيات، الفريق مش بس ريد وسوزان. واحدة من أقوى نقط الفيلم هي الفريق نفسه، إنك بتحس إنك قدام 4 شخصيات فعلا مختلفة، مش مجرد شلة أبطال لابسين لبس أزرق. كل واحد فيهم عنده قصة مش لازم تكون عميقة، بس حقيقية كفاية تخليك تهتم بيها. وطبعا اختيار الكاست مفاجأة لطيفة من غير ما نقول مين عمل ايه، لكن خليني أقولك إن الكيميا بينهم أحسن بكتير من أي نسخة قبل كده. وعلى الغير المتوقع، شخصية ذا سينج هنا ممكن تكون هي اكتر حد هتحبه، في مشاهد معينة بتحسسك ان هو القلب النابض للفريق، وده حاجة جديدة. تالت حاجة البناء والتصميم البصري. في الفيلم ده مارفل بتقدم عالم مش بس قصة، العالم حوالين الشخصيات متصمم بتفاصيل واضحة، من اول المعامل والفضاء لحد حتى المشاهد اليومية. التصوير السينمائي واخد خطوة ناحية الواقعية أكتر، أقل بهرجة بس أكتر تقبل، يعني مفيش انفجارات ملهاش لازمة أو مشاهد CGI معمولة بس علشان تبان. حتى الألوان فيها اتزان، لا هو دارك أوي زي فيلم ذا باتمان، ولا هو فاقع أوي زي فيلم ثور لاف اند ثاندر. في كده وسط ناضج بيدي انطباع ان الفيلم عايز يبني اساس مش يخلص قصة في ساعتين وخلاص. رابع حاجة الاخراج والسرد. الاخراج هنا بيحاول ياخدك لمكان مختلف شوية، الايقاع ابطأ من العادي، وفي تركيز على العلاقات والديناميكيات الشخصية اكتر من الاكشن والاثارة، ودي حاجة مش بالضرورة تكون سلبية قوي. لو داخل تتفرج علشان اكشن كتير ومميز يمكن تحس ان الفيلم تقيل شوية، لكن لو داخل تتفرج علشان تشوف بداية فريق خارج بيحاول يلاقي نفسه، فانت في المكان الصح. خليني اقولك كده، لو في حاجة فعلا نجح فيها الفيلم فهي الشخصيات. اولهم ريد ريتشاردز، او زي ما بنحب نقول عليه مستر فانتاستيك. المرة دي مارفل قررت تخليه شخصية فعلا عندها عمق، مش مجرد عبقري بيتكلم كلام صعب وخلاص. هتحس انه بني ادم عنده قلق، عنده لحظات ضعف، ومش دايما هو اللي بيملك الحل، وده مختلف عن النسخ اللي اتقدمت قبل كده اللي كانت بتتعامل معاها كأنها سوبر كمبيوتر بشري. اما سوزان ستورم، المرأة الخفية دي، ممكن تكون المفاجأة الاكبر في الفيلم ده. مارفل اخيرا اتعاملت معاها كحد ليه تأثير حقيقي، مش بس موجود علشان تكون الحب الاول او الداعم النفسي لريد ريتشاردز وخلاص. لا، هي هنا شخصية مستقلة ليها رأي وليها هدف، وده بيخلي المشاهد يشوف الفريق كتيم متكامل، مش بس راجل و3 حواليه. نيجي بقى لجوني ستورم، الانسان الشعلة، وده بقى مزيج غريب بين المرح والتحدي. مش شخصية تقدر تقول انها خفيفة، بس لا، في الفيلم ده بدأوا يدخلوه عليه جانب فيه مسؤولية، كأنه بيتعلم هو كمان يعني ايه بطل بس بطريقته هو. واخيرا بن جريم او ذا سينج، واحد من اكتر الشخصيات اللي ممكن تكسر قلبك في الفيلم ده بالرغم من حجمه الضخم. تحس ان الشخصية اللي بتحمل كتير على قلبها رغم انه بيبان صلب من بره، وفي كذا لحظة هتحس انك شايف انسانيته اكتر من اي حد تاني في الفريق، وده اللي عجبني. كل واحد فيهم ليه جانب انساني قوي، مش مجرد قوة خارقة بيتخانق بيها وخلاص. كده نكون خلصنا الشخصيات، وتعالى ننتقل لبناء العالم والتلميحات. بص بقى، لو انت من الناس اللي بتحب تدور على تلميحات وايستر ايجز في الفيلم ده، هيكون وجبة دسمة ليك. من اول دقيقة هتحس ان في حاجات بتحصل في الخلفية مش بتتشرح بس بتلمح لعالم اكبر، اماكن، اسماء، اشارات بصرية، كلها شبه كأن مارفل بتبعتلك رسائل مشفرة بتقولك في حاجة كبيرة جاية في السكة. في تركيز واضح على الجانب الاستكشاف العلمي اكتر من جانب الحرب او التهديد، وده تغيير كبير عن باقي افلام مارفل اللي كلها كانت مبنية على تهديد كوني بيكسر الدنيا. وهنا بقى يجي السؤال الكبير، هل مارفل ناوية ترجع تبني عالم زي ما كانت بتعمل زمان، ولا ده مجرد فيلم مستقل؟ من وجهة نظري لا، الفيلم ده فيه بوادر بداية لميني يونيفرس جديد، اللي هو ممكن نعتبره زي أرض تانية أو زمن مختلف، أو حتى بداية لفصل جديد تماما في مارفل، حاجة فيها خيال علمي أعمق وأفكار وجودية أكتر من مجرد مين هيكسب في القتال. وفوق ده كله في مشهد معين في نص الفيلم بسيط جدا، بس اللي واخد باله هيلاحظ ان ممكن يكون اول لمحة حقيقية لشخصية شريرة كبيرة اكبر من كل اللي شفناهم قبل كده. في النهاية اقدر اقول ان فيلم فانتاستيك فور مش فيلم بيرميك في وسط المعركة، وهو فيلم بيقولك تعالى نبدأ من الاول وبالراحة كده، وده لوحده قرار شجاع وسط عالم كله بيجري ورا الترند والكوميك ريليف.
فلو انت من الناس اللي بتحب القصص تتبني واحدة واحدة هتحب الفيلم ده، ولو انت من الجمهور مارفل اللي عايز فيلم مختلف ممكن يبهرك اكتر من اللي فات. وبكده احنا خلصنا الفيديو، ولو عجبك اعمل لايك واشترك في القناة، وسلام.